مرحبا، معكم الكوافير نور يونس. مثل ما شايفين هي طول الشعر رح نركب له اكستيشن كوكيز. مثل ما شفتوا الشعر فيه هايلايت، فلازم نحط لحن الاكستيشن على طريقة الهايلايت، يعني لازم ندمج لونين، اللون الفاتح مع اللون الغامق. وبالنسبة لطريقة تركيب الاكستيشن الكوكيز، أنا بفضل هاي الطريقة، كتير سهلة. إنك تحط الخصلة البداية من فوق وبعدين تحط الخصلة الثانية من تحت. هلا هون اللي احنا حطينا أول خصلة لون فاتح، فبنحط تحتها خصلة لون غامق مشان يندمج اللونين مع بعض. وهلا نروح على الخصلة اللي بعدها. الخصلة اللي بعدها هي لون غامق من فوق، من تحت رح نضيف عليها اللون الفاتح. تتشوفوا الطريقة كيف بسيطة وخفيفة كتير، وأهم شي يكون التقسيم كتير مرتب ونظيف حتى ما يعرقل الشغل. وهلأ الخصلة الثالثة رح نضيف لها لون غامق من تحت، وهيك بنكون كملنا أول طبقة. شوفوا كيف تطلع، حتى حد الشعر تبع الزبونة ما مبين. وهلأ رح نحط الطبقة الثانية. بالبداية بالطبقة الأولى حطينا أول خصلة لون فاتح، فالطبقة الثانية حنحط أول خصلة لون غامق، خصلة لون غامق، خصلة لون فاتح. رح نركب كل الشعر بنفس الطريقة. بس شوفوا الشعر كيف عم يطلع. هلأ بنضيف الخصل التحتانية. أنا شوي سرعت لكم الفيديو مشان ما تملوا. وهلأ بس نكمل هاي الطبقة رح فرجيكم كيف رح يطلع الشعر بالأخير بالسرح وبالويفي. شوفوا كيف عم يطلع الشعر. هاي بالسرح بعد ما كملنا الطبقات كلها. أنا ما كملت لكم الفيديو كله مشان ما تملوا، اختصرت لكم إياها بطبقتين بس. هاي بالسرح، وهلأ رح فرجيكم إياها بالويفي. يبين كأنه شعرة هي، مو اكستيشن. وبتمنى تكون وصلتكم الطريقة بشكل صحيح. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تدعموني بلايك وشير.